المغزلات ديالي كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نكمل معكم هذيك السلسله ديال الوصفات اللي باش رجعت شعري كيف ما كان وحسن من بعد ما طاح ليا كامل. قسما بالله هاد الوصفات اللي كنقول لكم هما اللي درت، كل مره غنلوح لكم فيديو وغتتبعوهم، وان شاء الله كيف قلت لكم واخا يكون الشعر ديالكم واكلين التوكال ولا فيه الصلع ولا الثعلبه ان شاء الله غيولي بخير. هانتوما كي شفتوا معايا كتشوفوا عند اي عشاب كتاخذوا من عنده الكميه اللي تقدكم. هنا 10 دراهم. عندي فيه هنا الريحان، ديال الريحان دار ليا هذاك لازاز، ودار ليا هذيك العشبه ديال البحر راهي شفتوها، اللي هي اللي كيديروا بها البيطادين وداكشي سميتها الخزه. وهنايا دار ليا شويه ديال العرعار، وهنايا شويه ديال السدر. كلشي هاد العشوب راهم مقرملين البنات يعني مشمشين. وهنايا الخزامه، وهنايا خزامه، هادو جوج انواع ديال الخزامه. ودار ليا الورد. هذه المورينغا البنات اللي قلت لكم راه حاطه فيديو على المورينغا، راه مهمه مزيان للشعر والوجه. وعندي هنايا الورد كيف شفتوا معايا. انا فاش يجمع تبان ليا الزعتر، حتى هو على جوج انواع. ها هو الزعتر حتى هو مزيان للشعر. صافي كيف قلت لكم البنات 10 دراهم راه فيها بزاف فاش كتطحن. عطاتني كميه بزاف، اللي بغى يزيد معاها الحلبه يزيدها. انا ما كنكثرش هادشي حيت علاش؟ حيت انا البنات عندي بزاف الوصفات، كل مره كندير وصفه كنبقى نبدل. بحال دابا في السيمانه كنقدر ندير 3 الوصفات اللي مختلفين باش كيفيدوني للشعر. هانتوما البنات هنا فاش رجعت من الدار كيف شفتوا هاد 10 دراهم تبارك الله راه عطاني فيها الخير والبركه. هاد العشوب كاملين زوينين وكلهم كيمشيو مع بعضهم. كيف قلت لكم الا شفتوا الفيديو اللي قبل من هذا راه هضرت لكم على المورينغا بالنسبه للشعر والوجه وداكشي، راه هنا شفتوها. وفيها اعشاب اخرين اللي هما مزيانين، كلهم مزيانين للشعر. كلهم لا دخلتوا قلبتوا عليهم غتلقاهم كلهم عندهم افاده للشعر. عاود درتهم في صينيه وحطيتهم شويه في الشميشه حتى تشمشوا شويه. صافي وغنطحنهم. بالنسبه للبنات اللي دابا ما كاين شويه الشتا وكاين البرد، اللي ما عندهاش زعما ما كاينش الشمس حداه، تقدر الفران يكون سخون غير تدخلوها وتخرجوها غير في السخونيه باش شويه كتقرمل. فاش كطحن كطحن مزيانه. دونك كيف قلت لكم كنشدها كنطحنها. وها نتوما هنايا فاش دخلتها من الشمس شوف كيفاش ولات. كندير لها هكا صافي كناخدها كنطحنها في ان دو طروا. كتنيل مزيان البنات كيف تشوفوا معايا كلها كطحن. كيف قلت لكم البنات هاد الوصفات فريمون زوينين. انا قسما بالله كيف قلت لكم انا والله تصلع شعري بحال عمرو كان عندي، كان كيطيح ليا من الفوق حتى لتحت لدرجه فاش كنت كمشات شعري وكيطيح ليا كنبكي. نقول لكم واحد النهار شنو طرا ليا. كنت فاش كيطيح لي شعري ما كنقدرش نلوح وكيطيح لي فريمون شعري بزاف وبقى كيتجمع وتجمع بزاف. وواحد النهار وانا نشوفو بقيت كنبكي وقلت لهم علاش ما حيدتوش خليتوني نشوفو. قلت لهم انا هذاك الشعر ما بقيتش بغيت نشوفه، يعني الشعر اللي طايح لي فيما كنشوف شعري اللي طايح كيبقى فيا الحال. عرفتي تبارك الله انا شعري كان طويل، عرفتي راه مهود لي حتى لتحت. كطيح لي الزغبه من الجدر حتى لتحت على طولته كيطيح، ماشي كيطيح مقراد ولا شي حاجه، على طولته. قلت لكم كيطيح ليا والحمد لله انا تحزمت وبديت بالوصفات صراحه الله ديال جدودنا. واحد الوصفه دابا نوريها لكم انا غنزيدها مع هذا الخليط. هذيك صراحة الله هذيك شي حاجة حتى هي اللي إفيكاس بزاف. كيف شفتوا معايا طحنت هذاك الخليط كامل وكديروه في شي علبة اللي كتكون محكمة الغلق. انا هادشي غنبقى شاك فوا ناخد منه غير معلقة معلقة. كيف قلت لكم البنات بالنسبة لي ما بغات تشري هاد الوصفات ولا داكشي، كاينه واحد العشبة كنقسم لكم فمي بالله الى إفيكاس. شنو هي؟ غير جدر ديال القصب وغندير لكم عليه حلقة بوحدها. جدر ديال القصب البنات كيكون يابس، كتاخدو يا اما من عند العطار ولا في شي عروبيه ولا اللي حداها القصب، تاخدو وتحرقو في الفاخر او في الفران. انا اكثريه كنجيبو من دكاله، كنعيط لمروات خوالي كيجيبوه ليا وكيدخلوه في ديك الفران اللي كيطيبوا فيه الخبز، كيقولوا له بوجيها، كيحمروه حتى كيولي بحال الرماد وعاد كيعطيوه ليا كيدقوه ويصيفطوه ليا. دابا نوري لكم كي شفتوا معايا هنايا درت شويه الماء وغنطلع فيه الغليه. اللي بغى يدير معاه الماء ديال الروزماري
يديروا، اللي بغى يدير معاه الماء البصلة يديرها. أنا اكتفيت غير بالما، حيت هاد العشوب ديجا همايا فيهم بزاف د الفوائد. أنا درت هنا غير الما، فاش غطلع شوية الغلية حيت كاين تما كاين حتى السدر كيطلق هداك هانتوما نشوفوا واحد المادة بحال كتعقد ليا بحال شكل واحد لو جيل كيطلقوا. صافي ميم با غطلع فيه الغلية، صافي وغنحيدو ما نخليش بزاف. ها هو البنات اللي قلت لكم هذا صراحة الله يرحمك يا جداتي كنديرو شحال هادي فاش كنت صغيرة، وفاش طاح ليا شعري عمرني بقيت درتو، راه مدة شي 10 سنين والصرف وانا نتفكرها. عرفتي والله الحمد لله كنديرو كنخلطو مع اي وصفة كنديرها، فرانشمون اي وصفة ضروري كندير معلقة ديال هذا راه جدر ديال القصب مطحون ومدقوق مدقوق، شوفوا راه داير بحال الشكل ديال الكحل، فريمون زوين. اللي ما بغاش دير هادشي كامل تقدر ديري غير مع الزيت العود حتى هو، وتبقاي تشكي به راسك، راه اقسم بالله العلي العظيم كل قصب ديال الجدر ديال القصب افيكاس للشعر. دخلوا قراو عليه في اليوتيوب في جوجل في اي بلاصه غتلقاو احسن حاجه هي القصب ديال الشعر. انا باغا نطول شعري وميم طو باغا نصحح الجلده ديال شعري، داكشي علاش درت هاد العشوب على شكل بحال شكل ديال النفقه اللي كتكون فيها النفقة اللي كتكون فيها القرنفل وداك الشيء. انايا كنحاول كل مره كندير حاجه بحال دابا اليوم درت هادي، غدوز واحد يومين 3 ايام كندير ديال حب الرشاد حتى هي غتلقاوها عندي. من بعد كندير حاجه اخرى كيف قلت لكم، يا اما كنخليها ليله كامله حيت ما فيها لا زيت لا والو، يا اما ما كان خاصها بعدا واحد 4 السوايع باش كتكون افيكاس. صافي كنديرها الشعر ديالي وكنجيب واحد الزيف حياتي كنحزم الشعر ديالي صافي، وكندير شغالاتي ولا كنعسل الصباح وكنغسل فريمون البنات كنقسم لكم فمي بالله. يا اللي هير بيبي الشعيرات هذوك اللي سميتو الخلفه ما كتعرفوهاش منين ناضت لكم، كتنوض لكم في القدام ديال الشعر، كتنوض لكم في القلقوله، في كل شيء. المهم هذه خليوها صداقه وعطيوها كاع الناس اللي عندهم مشاكل في الشعر، ونتلاقاو فيديو